عمرك حققت حاجة كنت بتحلم بيها ولقيت نفسك بعدها مش مبسوط زي ما كنت متخيل؟ كنت بتتمنى وظيفة أخدتها، كنت بتحلم براتب ووصلت له، وبعدين بدأت تحلم بحاجة أكبر. القصة بدأت من فيلسوف فرنسي اسمه ديدرو، كان فقير وزاهد، وواحد من أصدقائه أهداه زي فاخر لبسه، وبص حواليه حس إن كل حاجة في بيته مش لايقة عليه، الكرسي، المكتب، الستارة، كأن العالم القديم مبقاش يشبهه. وقتها باع مكتبته للإمبراطورة وبدأ يغير ويبدل قطعة ورا التانية لحد ما صرف أغلى من اللي معاه، وكتب مقاله الشهير وداعا ردائي القديم. بعد سنين العلماء سموا اللي حصل ده ديدرو إفكت، الظاهرة اللي بتكتشف إن الإنسان لما يتغير جزء منه ما بيقدرش يسيب الباقي زي ما هو. كل تفصيلة جديدة بتحرك نقطة التوازن جواك، فدماغك بتحاول تعيد رسم العالم حوالين النسخة الجديدة اللي اتولدت فيك. ولأننا دايما في حالة تغيير، عمرنا ما بنوصل لنقطة الاكتفاء. كل حلم بنحققه بيخلق جوانا مساحة فاضية، مساحة بتنده على حلم تاني أعمق وأبعد.